لو عايزة تطلعي رز معمر يكون مضمون 100% وغلبتي في المقادير بتاعته وما بيطلعش مظبوط معاكي وبيطلع ناشف وما بيطلعش مفلفل، لا اما يطلع معجن من جوه. انا جبتلك النهارده المقادير المظبوطه وكل التكات والاسرار اللي هتطلع لك الرز مفلفل زي ما انت شايفاه بالظبط كده. هيطلع معاكي احلى رز معمر بريحه هتقلب لك كيان الشقه بجد. الريحه هتبقى جايبه لاخر الشارع على جماله وعلى الفلفلة بتاعة الرز بتاعته وعلى طعمه وعلى التسوية المظبوطة. أول حاجة هتجيبي لي البرام المقاس اللي قدامك ده مقاس صينية 28. هتبدأي انك تدهني البرام او الصينية اللي انت جايباها، لو ألمونيا ادهنيها سمنة زي ما انا جبتها كده. وهجيب الرز هيبقى 4 كوبايات من الكوباية بتاعة الشاي. هتبدأي تنزلي بالرز على طول على السمنة اللي احنا دهناها في البرام، وهتبدأي تنزلي عليهم بمقدار السمنة. لازما السمنة هنغلف بيها الرز. هنحط قد ايه سمنة؟ هنحط 3 معالق. انهي معلقة بقى اللي هنحط بيها السمنة؟ المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز، المعلقة العادية خالص. هتحطي 3 معالق على ال4 كوبايات رز. هتحطي 3 معالق من السمنة على 4 كوبايات من الرز. هيطلع ارتفاعه حلو والسمك بتاعه حلو جدا. هنبدأ نقلب السمنة مع الرز عشان نغلف الرز بالسمنة بتاعتنا. اي نوع سمنة هتحطيه، عايزة سمنة عادية ماشي، عايزة سمنة بلدي ماشي، عايزة سمنة وتزودي قشطة دي اختياري. بس طبعا لو زودتي قشطة بتبقى حلوة جدا. هنضيف عليها كيلو من اللبن على 4 كوبايات من الرز، بس اللبن يكون مغلي، يكون سخن زي ما انت شايفاه كده، عشان ما ياخدش مننا في التسوية وقت في الفرن. الحدق بتاعك بتاع الرز انت بتحطيه وتدوقيه حسب ما انت بتحبيه. انا حطيت على ال4 كوبايات الرز دول، حطيت عليهم معلقة صغيرة مليانة، بس المعلقة اللي انا حطيت بيها الملح قدامك دي معلقة اصغر من بتاعة الشاي. فانا دلوقتي هدخله الفرن، هقيد عليه من تحت ومن فوق. هتحطي البرام من تحت خالص عشان يغلي الرز بتاعك وفي نفس الوقت يعمل لك الوش اللي انت شايفاه قدامك دوت. هتقيدي عليه الشواية من تحت ومن فوق، وهتحطي البرام من تحت على طول، مش على الشبكة، هتحطيه تحت خالص وتقيدي عليه تحت وفوق. في نفس الوقت هيغلي عشان تقيدي عليه من تحت، وفي نفس اللحظة هيعمل لك الوش الجميل ده. لو ما قدتيش الشواية من اول ما بدأتي تحطي الرز في الفرن مش هيعمل لك الشكل ده، والوش بتاعك هينشف وهيبقى الرز طالع كده من على الوش، ومش هيديكي الوش المكرمش ده ولا الطراوة اللي هتبقى على الوش. يبقى لازم بأكد على التسوية تاني، لازما نحط البرام تحت خالص، هنقيد تحت وهنقيد الشواية الاتنين مع بعض من اول ما ابدأ احط الرز. والشواية هتديني الوش ده، وفي نفس الوقت انا هسوي الرز من تحت كأني حطاه على البوتاجاز، لان البرام مش هينفع تحطيه على البوتاجاز على طول. وحاجة كمان نسيت اقولها لك، ان انا على كيلو اللبن ضفت كوباية من المية. المية بتساعد في تسوية الرز على طول غير اللبن لوحده. يبقى ما تنسيش هتحطي كيلو اللبن مغلي عليهم كوباية من المية. عايزة تضيفي كوباية عادية مش سخنة عادي مفيش اي مشكلة، بس لازم تضيفي كوباية من المية بتساعد على تسوية الرز. الرز يبقى احنا قلنا هتقيدي عليه الشوايه وتقيدي عليه من تحت الاتنين مع بعض. اول ما تبداي تحطي البرام، والبرام هتحطيه تحت خالص، الشوايه هتديكي الوش الحلو ده. واول ما تديكي اللون والوش اللي انت شايفاه ده، اطفي الشوايه وخليه من تحت زي ما هو والنار قايده عليه من تحت. اول ما هيشرب اللبن مع كوبايه الميه اللي احنا حاطينه هيبقى استوى معاكي من غير ما تدوقيه، وطلعيه على طول. اول ما تلاقي الحروف اللي احمرت كده وهتلاقيها خلاص بدأت تشقشق معاكي كده، خلاص عايزه تضيفي بقى معلقه قشطه على الوش لو عندك، يبقى يا ريت، هيديكي ريحه وطعم في حته تانية، وهيطلع معاكي الرز مفلفل وعلى ضمانتي. جربيه ومش هتندمي بكل المقادير وكل الحاجات اللي انا قلتلك عليها. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش الكومنت الحلو بتاعك.